شكون هو البطل؟ السؤال يقدر يبان باللي الجواب ديالو سهل، ولكن المفهوم ديال البطل في المخيلة ديال الإنسان ماشي ديما واضح، لأنه كيتأرجح بين المثالية ديال الأساطير والواقعية ديال الحياة. كيتأرجح ما بين الألوان ديال الملحمات والرمادية ديال الروتين. في المخيلة ديالنا البطل غالبا ما كيكون عنده المواصفات ديال المثالية ديال الكمال الأخلاقي، وهذا الشيء كيبان في الرغبه ديال البطل في انه يكون هو المخلص ديال الناس اللي كيحاول يعاونهم. هاد المواصفات كنقدروا نلقاوها عند بزاف ديال الرموز الدينيه، بالخصوص عند يسوع المسيح في الدين المسيحي. كلمه المسيح اصلها عبري يهودي، وتطور المعنى ديالها من هذاك المخلص اللي غادي يعتق الناس من الذنوب ديالهم والتبعيات ديالها، اللي غادي تخلي الاله يسخط ويعاقب الانسانيه، لواحد المعنى ديال هذاك القائد اللي غادي ينقذ المستضعفين من الاضطهاد والمعاناه اللي كيعانيو منها نتيجه الشر اللي كاين في المجتمع ولا حتى العالم. وهذا القائد مستعد انه يدير ما دار ليسوع في القصه المسيحيه، وهي انه يتجرح يبكي ويموت في سبيل الناس اللي باغي يعتقهم ويساعدهم. القائد او البطل المعاصر في التاريخ كيولي هو اليسوع الجديد، اللي مستعد انه يتصلب حرفيا او مجازيا او حتى بجوج في سبيل المبدأ ديال العدالة اللي كيآمن به. بهذه الطريقة كيولي مفهوم البطل اقرب لرمز ديني الهي من مجرد انسان. وهذا الشيء كنلقاوه عند بزاف ديال المناضلين اللي دخلوا التاريخ وولات عندهم واحد الهالة ضيرة بهم اللي قدسية. وهذه حاجة عادية، لان الانسان قدر بسبب واحد الحركه خلقها انه يجيب حق الناس، فراه غيتحول الاسطوره. فمثلا واحد بحال مارتن لوثر كينغ عنده قيمه كبيره في المجتمع تاع الامريكان السود، لانه كان كيحارب على وديت المساواه في الحقوق بين البيض والسود في الامريكان ديال منتصف القرن العشرين. المطالب ديال كينغ كانت بالنسبه ليه ضروري تجي بطرق غير عنيفة، بحال المقاطعات والاحتجاجات السلمية. وهذا الفكر اللي واخا متمرد ولكن سلمي ديال كينغ كان فيه واحد التأثير ديال واحد الشخص اللي كيعتبرو كينغ من الأبطال ديالو، واللي هو المهاتما غاندي. فلسفة غاندي حتى هي كانت دايرة على النضال السلمي، وغاندي كان كيحلم انه يشوف الهند اللي هي البلاد ديالو يكون عندها الاستقلال ديالها وما تبقاش مستعمرة تابعة لبريطانيا. من غير انه غاندي كان عنده تأثير فكري على كينغ، فراه كاين واحد التشابه صارخ بين كيفاش هاد الجوج ديال المناضلين تخلدوا في التاريخ. اولا بجوجهم عندهم لحظات محددة في هذا النضال اللي خلدوهم كأبطال. مارتن لوثر كينغ عنده الخطاب ديالو الشهير I have a dream، اللي كيعبر فيها على الحلم ديالو بانه يشوف بلادو عايش فيها الكحل والابيض بحال بحال. هذا الخطاب داز في الاذاعات الوطنيه الامريكيه، والسياق كيلعب دور، لان افرو امريكي يدوز الخطاب ديالو في اذاعه وطنيه ديال واحد الامريكان اللي الكحل ما كان عندهم حتى الحق بانهم يصوتوا ولا حتى يدخلوا لنفس المراحل ديال البيض. فراه ما كانتش شي حاجه سهله. غاندي عنده المسيره الشهيره ديالو اللي اختار فيها الملح كرمز اللي غادي يوحد كاع الهنديين على هدف واحد اللي هو الاستقلال. الاختيار ديال الملح كان رمز تمرد على السيطرة الاقتصادية اللي كان دايرها المستعمر البريطاني على هاد المادة الغذائية. هاد المسيرة كانت نقطة مفصلية، حيث كان عندها مساهمة كبيرة في استقلال بلادهم من بريطانيا. حاجة أخرى كيتشابهوا فيها هو أنهم بجوج تغتالوا، وهذه راه ماشي شي حاجة اللي عابرة، لان البطل فاش كيموت كيبان باللي كان فعلا مستعد انه يضحي بحياته في سبيل المبادئ ديالو. وهنا فين كيعاود يبان التشابه مع اليسوع في الموت ديالو فوق الصليب من اجل خلاص البشريه. اذا دابا البطل خاص يكون انسان اللي عنده مبدأ اخلاقي نبيل،
وكيقلّب على طرق سلمية باش يحقق هاد الحلم ديالو، واللي هو يبني ديك اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة ديالو بلا ما طيح قطرة ديال الدم. ولكن شنو غيطرا إلى النوايا ديال هاد البطل بين قوسين مزيانين، ولكن الطرق اللي كيوظفهم هما طرق ملتوية، واللي يقدر المجتمع يحطهم في واحد المنطقة رمادية من ناحية الأخلاق. هنا كيولي المفهوم اللي قدامنا هو ما يسمى بالانتاي هيرو، يعني البطل المخالف للعرف. البطل اللي يقدر يكون محرك التعاطف مع الأبرياء والمستضعفين، ولكن الطرق ديالو كيعبروا على واحد الغضب وواحد الحقد دفين عنده تجاه البشرية. البطل اللي يقدر في سبيل العدالة يقتل بلاص ما يتقتل في سبيل المبدأ ديالو، ويقدر يقتل ناس أبرياء لأنه الهدف النهائي ديالو اللي يقدر يكون الحرية أو العدالة يتطلب تضحيات كبيرة وبعض القرارات اللي صعيبة اللي ما يقدر ياخدها إلا هو. الانتاي هيرو هو بطل براغماتي بامتياز، اللي الفلسفة ديالو مبنية على الغاية تبرر الوسيلة. السؤال هو علاش هاد النوع ديال الشخصيات مهم أنه يتفهم؟ لأنه إلا كان البطل المثالي هو البطل اللي محتاج البشرية، فالبطل المخالف للعرف هو البطل اللي تستاهله البشرية. علاش؟ البطل المخالف للعرف هو أولا انتقاد للبشاعة ديال أفعال العرق البشري، وفي نفس الوقت كيمثل الصعوبة اللي كتفرضها علينا الحياة في أننا نطبق في الواقع المبادئ النبيلة اللي كنآمنوا بها كما هي. إلى البطل الكلاسيك مستعد أنه يبدل الفساد بأنه ما يخضعش ليه وما يشاركش فيه، فالبطل المخالف للعرف غادي يستغل بعض أو قاع هذاك الفساد اللي كاين في النظام باش أنه يحقق الغاية ديالو. كمثال، إلا كان البطل غادي يحارب الرشوة بأنه ينتقد القضاء وينظم مظاهرات ويضغط على الناس أصحاب الرأي باش القضاء يولي نزيه، فالانتاي هيرو غادي يقدر يرشي القاضي باش يدخل أكبر رشاوي في المدينة للحبس ويحطو مع أخطر المجرمين اللي غادي يعيشوه في الرعب طول ديك المدة ديال الاعتقال ديالو، هادشي إلا ما قتلوش قبل. الحاجة اللي كيتلام عليها البطل المثالي هو الإنسانية ديالو اللي كتقدر تبان لبعض الناس كضعف، خصوصا في واحد المجتمع اللي عاش وقت طويل في الحقرة وفي الجريمة. هذه بالضبط هي القصة ديال باتمان اللي بإمكانه يقتل الجوكر ويهني الناس من كاع المصائب اللي غادي يعاود يدير، ولكن باتمان ديما عنده الأمل بأنه ربما إلا قدر يحرك شي حاجة في هذيك الروح المشرقة ديال الجوكر، وأنه يلهم شي حاجة فيه بالإنسانية ديالو، فراه ربما غادي يتبدل ويكفر على الجرائم السابقة ديالو. إذا إلا كان البطل المثالي كيآمن بعدالة إصلاحية، فالبطل المخالف للعرف كيآمن بعدالة انتقامية. بمعنى آخر، بالنسبة للإنتاي هيرو ماشي أي حياة مقدسة، وربما ما كاينش شي شخصية اللي كتجسد المفهوم تاع البطل المخالف للعرف حسن من شخصية رورشاك اللي كاين في الكوميكس تاع واتشمان كيتعتبر من أكثر الأعمال اللي خلاو بصمة كبيرة في التاريخ، ماشي غير ديال الكوميكس بل في العالم ديال الروايات كامل. العالم اللي ألان مور خلق من أكثر العوالم واقعية من ناحية الشخصيات اللي كتفيض بالمشاعر والصراعات النفسية الداخلية اللي كل إنسان كيعيشهم، إضافة للجانب ديال المكان والزمان اللي هاد الشخصيات عايشين فيه. الأحداث ديال القصة كتدور في واحد العالم موازي لديالنا، في واحد الوقت مختلف على الماضي ديالنا. هاد العالم نيكسون مازال رئيس فيه ديال الأمريكان، والحرب الباردة بين السوفيات والولايات المتحدة الأمريكية خلق واحد الرعب كبير عند البشرية. خطأ واحد من جهة واحد فيهم غادي يسالي قصة العرق البشري كامل. الكاميرا كتركز لنا أكثر على معيشة المواطن الأمريكي البسيط في نيويورك. نيويورك هي واحد المدينة في العالم ديال واتشمان اللي مقرفة، عامرة أزبال وسخ وفيران. المظاهرات ولات واحد الحاجة اللي عادية، الأغلبية كيتشكاو من سوء الظروف ديال المعيشة، الجرائم بالآلاف،
الاقتيال، الشفرة، الاغتصابات، استغلال الأطفال، العنصرية، التطرف الفكري والسياسي، الكره كامل ولا مركز في رقعة جغرافية وحدة، مدينة متماسكة غير بزز. وفي هاد الروينة كاملة وهاد الدناءة أو القرف كاينة واحد الجثة اللي كتحرك، تقدر تشوفها في الصباح كتمشى ولا جالسة في قهوة كتقرا شي جريدة. جثة بدون هوية، جثة بدون وجه، جثة اللي غير كتنفس في الصباح، وهادشي الا كانت اصلا فايقة في هذيك الوقت. هاد الجثة ما كتعرف نور الحياة غير في الظلام ديال الليل. هاد الجثة سميتها رورشاك. رورشاك هو ابعد ما يمكن تتخيل على بطل كلاسيك. عادة البطل كيلبس قناع باش الناس اللي قراب ليه ما يستهدفوهمش المجرمين اللي كيحتك معاهم. رورشاك السبب اللي مخليه يلبس هذاك الماسك هو انه ما راضيش يكون كينتمي للعرق البشري، لانه كما قال هو عارف داكشي اللي كيخلي القطوط في الليل كيغوتو بحال شي دري صغير مخلوع. رورشاك ما كيعتبرش اصلا داكشي اللي كيلبس في وجهه ماسك، بل كيعتبره هو وجهه نيت. الجثه اللي غتشوفها كدور في الزناقي ديال نيويورك في الصباح ما كتسميش راسها بداكشي اللي عندها في البطاقه الوطنيه. هذيك الجثه السميه الوحيده ديالها هي رورشاك. حتى الاختيار ديال السميه معبر، لان كلمه رورشاك جايه من اختبار رورشاك اللي هو واحد الاختبار نفسي فين المريض كيشوف بزاف ديال الرسومات مصايبه بالحبر، وخاص هذا المريض يقول للطبيب شنو كيشوف. هيرمان رورشاك اللي هو طبيب الامراض العقليه اللي صايب هذا الاختبار كان كيقلب على طريقه اللي يفهم بها كيفاش المريض كيقدر يدير اسقاط لداكشي اللي ساكن ليه افكاره على واحد الشكل محايد. فجوج ديال الناس مختلفين يقدروا يشوفوا نفس الرسمه، وكل واحد منهم يعطيها معنى مختلف بناء على شنو عاش هذاك الانسان. فواحد يقدر يشوف مثلا واحد الشكل كيفكروا بالاب ديالو لانه كانت عنده علاقه صعيبه وعنيفه معاه في صغره. رورشاك انسان كيشوف باللي الكون عبثي وعشوائي لاقصى الحدود. بالنسبه ليه ما كاين حتى اله او قوه ميتافيزيكيه خيره مهتمه بهذا العالم وبالمعاناه اللي الناس كيتعرضوا لها. عبثيه الحياه ما كتخلي حتى حاجه عندها شي معنى مازال، خصوصا في الحضور ديال الشر المجاني. رورشاك كيشوف باللي الانسان عايش في هذا العالم كيشوف هذه العشوائيه ديال الكون من المجرات اللي كيتخلطوا مع مجرات اخرين والدمار الفلكي اللي يقدر يطرا بسبب هذا الشيء، حتى لهذوك الفيضانات اللي كيقتلوا ناس ما عندهم حتى الماء الصالح للشرب. الانسان كيشوف هذا الشيء بالنسبه لرورشاك وكيحاول يلقى تبريرات واسباب عميقه واهداف من هذا الشيء. رورشاك يقول باللي لا، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. الحاجه الوحيده اللي فعلا عندها قيمه وواقعيه هو ان الانسان معذب في هذه الارض وكيعاني الامرين. وبلاص ما ان البشر يامن غير بهذه، لان هذه هي الحقيقه الوحيده المطلقه بالنسبه لرورشاك، فراه الانسان بقى عايش بهذيك الانانيه اللي دات منه كاع داك التعاطف اللي فيه وخلاته وحش اللي الا ما ساهمش في الشر فراه اما غادي يشمت ولا ما غاديش يتسوق كاع المعاناه ديال الناس اللي بحاله. رورشاك اذا صيب واحد الوجه اللي فيه المداد كيتحرك بواحد الطريقه ما عندها حتى معنى باش يفكر راسو في المرايه بالفظاعه ديال البشر وباللي ما كاين فعلا حتى معنى لهاد الحياه، لان الحياه كتتحرك بنفس العشوائيه اللي كيتحرك بها داك المداد في الماسك. ويفكر المجرمين اللي كيعذب باللي الحاجه الوحيده اللي كتهم دابا هو ديك المعاناه ديال الناس اللي رورشاك كيخرجها فيهم على شكل شياطين مسعوره بالغضب. رورشاك كبر يتيم الاب، ديك الوقيته كان سميتو والتر. كبر مع ام اللي كتمارس الدعاره واللي قالت ليه باللي كان حسن ليها انها دير الاجهاض على انها تجيب هاد ولدها للحياه. وهذا الشيء مورا ما حساب ليه ان واحد الكليان ديالها كان كيحاول يأذيها. وولتر كأي طفل صغير باقي بريء كان كيحاول غير يعاونها. فاذا به كيكتشف الخدمه ديال امو اللي غادي تطرشو من بعد وغادي تعايرو مورا ما هرب عليها الكليان. والتر فاش كان عنده تقريبا 10 سنين داروا به واحد جوج ديال المتنمرين كبار اللي بداو كيعايروه بالخدمه ديال امو. واحد فيهم شير عليه بواحد الفاكهه
تفرقعت ليه في وجهه، بينما الاخر كان باغي يحيد ليه سروالو. والتر حيد الكارو من فم واحد فيهم وخشى عليه في عينيه حتى كان غادي يعميه. من بعد غادي يتلاح على المتنمر الاخر وغيبقى ينتف فيه ويعض ليه في وجهه بحال شي كلب جاهل. هنا كيبان لنا باللي رورشاك كطفل عاش بواحد الغضب دفين اللي فاش كبر حلف حتى يفرقعو في وجه البشريه اللي صنعاتو واللي رداتو هكا، واللي كتقدر تستمتع وتضحك على احداث بحال الاغتصابات ولا على الاقل كدير عين ميكا بحال الا ما طرا والو. وجه رورشاك هو المرايه اللي غادي دير فيها البشريه اسقاط على داك النفاق الاخلاقي اللي كتعيشو، على داك الجبن اللي فيها واشتهاء العنف والكره اللي كتقيل تحلم به. الا كان واحد بحال باتمان قرب من رمز ليسوع لانه كيامن بواحد العداله اللي فيها اعاده تاهيل ديال المجرم، فرورشاك اقرب لبعض التجسيدات ديال الشيطان لوسيفر في شي روايات، لان رورشاك عنده مبدا واحد ديال ان الشر خاصو يتعاقب وباللي ما غاديش هو يدير حتى شي تنازل على هذا الموقف. رورشاك هو لوسيفر كبطل متمرد بين قوسين ديال تراجيديا الحياة. كما لوسيفر تمرد على الرب، فرورشاك متمرد على انه يسمح في شي مبدأ اخلاقي ديالو اللي بالنسبة ليه ضروري. رورشاك تمرد على المجتمع كما لوسيفر تمرد على الاله. رورشاك عاش حياته بنفس الشعار اللي لوسيفر حتى هو عاش به، واللي هو نفضل نكون حاكم جهنم على انني نكون عبد في الجنة. هادشي اللي كاين هاد الساعة. ماتش لوف دايس اوت.